كاين اللي فقدات الاولاد ديالها، كاين اللي فقدات الزوج ديالها والاولاد ديالها، كاين اللي فقد اخوان ديالو، كاين اللي فقد الابوين ديالو، كاين اللي الناس فقدات العائلات ديالها، كاين العائلات اللي ماتوا بالكامل. من هذا المنبر كنقول عزاؤنا جميعا لهاد الناس اللي ماتوا، وكنطلب الله تعالى لهم المغفرة والرحمة. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. عزاؤنا واحد. الزلزال ضرب البارح، وباقي اليوم السلطات كتحضر الناس أنهم يخرجوا من المنازل تحسبا لبعض الضربات أخرى. يعني التوقعات أنها غتكون شي ضربات أخرى، نتمنى من الله تعالى ما تكون حتى شي ضربات أخرى. ولكن من المؤسف اللي كيأسف والحاجة اللي كتضر في الخاطر، وهو المهرجانات خدامة والسهرات خدامين، والدنيا تزعزعت من تحت ديالهم، وقالوا لهم زقاو غنكملوا السهرة. هذا الشيء هو اللي كيضر في الخاطر. توبوا الى الله تعالى. وزقات شويه الضربه، والناس باقا كتبيع في المخدرات، والناس كتبيع في الخمور، والناس كدير المحرمات. واش ما بغيتوش تتوبوا الى الله تعالى؟ راه هذا انذار من عند الله تعالى. واللي باقا متبرجه تستر وتدير الحجاب، واش بنادم ملي جا الزلزال كلشي اكثريه الناس ذكروا الله، اللي اشهد ان لا اله الا الله، اشهد محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله. خاص الانسان يفرش لها كما كنقولوا، يكون يصلي، يكون يزكي، يكون يعني كما كنقولوا يدير الاعمال الصالحه. ماشي بنادم حتى كتجي عاد اشهد ان لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله. كاين اللي كينطق مقاده، كاين اللي كينطق عوجه، عاد مازال زايدين في العميه. والله الا اللي ضرني في خاطري قالت لهم لا، زقات الضربه نكملوا السهره. اش من سهره، اش من قهره، اش من القهره هذه وزايدينها. شوف، التمثيليات، المسرحيات، الضحك، الخمور، الزنا، اللواط، عاد زيد خرجوا لنا ثاني هذوك قال لك المثليين من المثليين، نسال الله السلامه والعافيه. ومن المؤسف علاش كيجي هادشي في بلاد المسلمين، الزلازل والبراكين والاعصارات، وزيد عليها حتى البرق والاعاصير، وكما كنقولوا التسونامي، داك الشيء كل شيء كيجي حيت حنا كنديروا الذنوب والمعاصي. ملي كتراكم الله تعالى يعطينا العقاب، ونتمنى من الله تعالى ان يلطف بنا جميعا هذا الشيء، لان الانسان ضعيف ما يقدش على شي حاجه. اذا مسه الشر جزوعا. هذا الانسان غير يجي الشر صافي. يعني خاصنا ناخذوا العبره ونرجعوا الله تعالى، رجعوا الله تعالى. باقي الحصيله غدا في ارتفاع، ونتمنى من الله تعالى هذه الرساله تكون لكم. يعني رجعوا الله عز وجل. اش خسرتوا رجعتوا الله؟ واش الانسان اصاحبي دابا هذوك الناس غتنفعهم الاموال ديالهم اللي غيموتوا ويخليوها لتحت؟ ما زكاو، ما تصدقوا، ما داروا بها مزيان، بالعكس كاين اللي نهبها من المواطنين وداها عنده. اش غادي تنفعوا؟ النهب والسرقه. عاد الزياده في الاسعار، هاد الزياده في الاسعار ما غنقولش لك اخنوش بوحدو ولا الحكومه، راه حتى حنا داخلين تما. علاش؟ لان سميتو الذنوب والمعاصي. ملي كيكثروا الذنوب والمعاصي كيتسلطوا عليك شي وحدين بحال هكا، يزيدوك في الاسعار ويزيدوك وينغصوا عليك المعيشه ديالك. علاش؟ من الذنوب والمعاصي. باقي كنقولها الذنوب والمعاصي. وناس قاعده اللي كيبيع في الكارو كيبيع، اللي كيبيع في الجوانات، اللي كيبيع في الحشيش، اللي كيبيع في المخدرات، اللي كيبيع في الكوكايين. الدراري الشباب كيشموا، ولات واحد الموضه دابا جديده، ولاو كيشموا مع ثانيه ب 200 درهم 300 درهم. ونسال الله السلامه والعافيه. يعني حنا كنتقدموا، كنرجعوا دينيا، وكنتقدموا كما كنقولوا في المنكرات، وكنتقدموا في المعاصي، وكنتقدموا في المحرمات ما حرم الله. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ أم المؤمنين قالت الرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال نعم. أنا عودت 3 مرات الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم. إذا كثر الخبث، على الخبث ما كتير، هو الموجود، وله إعلام يمول الخبث. الخبث موجود وكيمولوه، كيبغيوه يطلع. إعلام، قلت لا إله إلا الله يديروك حمق. وقول لهم المهرجان الفلاني انت هو ملعقل، قول لهم الشيخات هنا وانت ملعقل، قول لهم غدا كاينين الشياخ في المغرب كامل وجميع المنصات، والاخر يزيد عليهم 10 درهم في المازوط وليسانس ويمشيو يتفرجوا. تكون 15 درهم ويردي لهم 25 درهم ويمشيو يقول لك حنا نتفيشطوا ونديروا. مصيبه ما بقاش شي حاجه اللي
راه خصنا الرجوع إلى الله، راه الرجوع إلى الله. راه عرفتي لك حتى الخبث راه يصيب الصالح والطالح وكل شيء، ولكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سولت الرسول صلى الله عليه وسلم عاوتاني قالت ليه وراه كاين ناس صالحين وكذا، قال كل يبعث على نيته، كل واحد غيتبعث على النية ديالو فين غادي. راه حنا دابا المسلمين علاش كنقولوا كنحضروا كنقول لكم توبوا الى الله؟ راه الناس خصهم يرجعوا للدين والعائلات والاب والام يرشدوا الوليدات انهم للطريق الصواب. راه هذا الشيء راه اللي غاديين فيه راه ماشي هو هذا. حنا راه المسلمين راكبين في سفينه ديال نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. عاد زيد سفينه ثانيه وحده اخرى راكبين هذه الاسلام والمسلمين. خاصنا حنا ملي نكونوا راكبين ما ينوضش واحد يقول لك اسيدي حنا ندير اللي بغيت. لا لا سيدي انا باغي ندير اللي بغيت، باغي سيدي ندير شعرين فرقوا من هنا، نحيد ندير طعنقه في نيفي. ما عمرنا بقيناش ندير طعنقه في الحاجب، في الناظر، في العين، في الليف. خلي الاماكن الاخرى. العيالات عريانين، كل شيء عريان، نسال الله السلامه والعافيه. دير كله مزوق سناسل، عبدة الشيطان، عبدة الطاغوت، عبدة الهوى. الهوى كيعبدوه. كل واحد اش كيعبد ويقول لك حنا دابا راكبين في واحد السفينه تمشي تتقف ديك الجهه راه غنغرقوا كاملين. اذا خاص الضرب هنا، خاص النهي عن المنكر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيت الا كثر المنكر راه غادي الله المستعان. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث راه كثير كما كتشوفوا، وعلينا الرجوع إلى الله. وراه يعني في هذا النص نهار ديال الأول يعني من هنا للظهر راه السلطات حضرت الناس وقالت لهم خرجوا من المنازل ديالكم، يعني تحسبا ضربة أخرى. نسأل الله تعالى اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. اللهم لطفك يا رب، اللهم لطفك يا رب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، آمين آمين. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.